خليني نطرح عليك سؤال بسيط ولكن ما تجاوبش بسرعة. خذ وقتك وفكر. إذا لقيتي ساعة ب20 درهم، سماعة الرأس ب50 درهم، وحتى الطابلت رخص من البيتزا، شنو أول حاجة تفكر فيها؟ واش غتقول واش هادشي معقول؟ لا، تقول الحمد لله لقيت هوتا. ولا خلينا نشوفوها من منظور آخر. تخيل معايا شي واحد عطاك فلوس بلا مقابل، نهار، جوج، ثلاثة، واش ما غاديش تجيك غريبة؟ لأنه في هذا العالم ما كاين حتى شي حاجة فابور. كل الهدايا اللي كتشوفها فيها ثمن خفي، وثمنها قد يكون أغلى مما تتخيل. اليوم غادي نهضروا على موقع دخل لحياة الملايين، موقع خلى الناس تفرح، تشري وتدمن على الشراء. الموقع هو تيمو. Timu. Wait, what is Timu? لكن قبل ما نبداو، ما تنساش تخلي لايك وتابوناو وتفعل الجرس. نبداو. قبل ما نهضروا عليه خاصنا نفهموا حاجة خطيرة. الإنسان ما كيشريش بالعقل، كيشري بالعاطفة. تيمو عارف هادشي مزيان. أول ما يفتح التطبيق، ألوان زاهية، أرقام طايحة، أعداد تنازلية، وكيقول لك عرض محدود. هادشي كامل كيضرب مباشرة في منطقة الدوبامين في الدماغ، نفس المنطقة اللي كتنشط في القمارة. كل مرة كتشوف خصم 90% هدايا مجانية باقية 3 ساعات، دماغك ما كيقولكش واش انا مستحق لهذا الشيء، ما كيقولك خاصك تشري دابا، غادي يمشي لك العرض. وهنا تيمو ربح الجولة الأولى. اللي خاصك تعرف هو تيمو ما جاش من فراغ، هو نتيجة حرب اقتصادية بدات في الصين قبل أكثر من عقد، وهدفها ماشي غير الربح بل إعادة تشكيل سلوك المستخدم العالمي. الشركة الأم ديالو اللي هي بينديديو ولات من أسرع الشركات نموا في التاريخ. سنة 2015 كانت مجرد فكرة صغيرة، اليوم قيمتها السوقية كتجاوز 200 مليار دولار، وأنها مستخدمين نشطين شهريا أكثر من 900 مليون شخص. بدأت فكرة بسيطة، خلي الناس يشتروا بزاف بثمن قليل والربح من العدد، ولكن خطة ولات أخطر كثيرا. تحول الشراء من حاجة ضرورية إلى عادة يومية. كيف؟ عن طريق ما يسمى بالشراء الجماعي. اشتري مع صديقك ولا حتى غريب، وينزل السعر كل ما زاد العدد. وهذا الأسلوب خلق الإحساسية زائفة بالانتماء. اليوم الشركة ما كتبيعش منتجات فقط، هي كتبيع سلوك. تعرف شنو كيعجبك، شنو كترفض، شحال تقدر تصرف، وإمتى كتعرض دعمك عرض محدود. كيفاش كتعرف؟ من خلال آلاف النقاط الصغيرة اللي كتستخدمها كل ما كتفتح التطبيق. الوقت اللي دخلتي فيه، المنتجات اللي كتوقف عنها أكثر من ثانيتين، وحتى عدد المرات اللي رجعت لصفحة المنتجات. وإذا ضغطت على شراء الآن ولقيت الشراء، فهذا معناه أن السعر ما عجبكش، فغادي يعرض عليك نفس المنتج بخصم بعد ساعات. هاد البيانات ماشي أرقام، هي خريطة كاملة لعقلك الشرائي، والمستفيد منها ماشي فقط أن تشتري مرة، بل أن تدمن على الشراء. خلينا نكون صريح، المنتجات رخيصة. علاش؟ لأنها كتصنع في مصانع بلا مراقبة، بأجور هزيلة، وساعات العمل كتوصل 14 ساعة بلا ضمانة بلا حماية. في تقرير صدق سنة 2015 عن منظمة العمل الدولي، تمارس ظروف عمل سيئة في مصانع بمقاطعة قوان غوندغ الصينية، من بينها مصانع موردة لمصانع مثل تيمو. هما اللي يعملون 7 أيام في الأسبوع بلا عقود وبأجور منخفضة. الثمن اللي كتخلصو ماشي غير فلوس، كاين شي واحد آخر كيتخلص بصحته ووقته وكرامته. وتيمو ماشي مجرد تطبيق رخيص، هو جزء من خطة ذكية خطيرة، خطة اسمها الاختراق السوقي التدريجي. الخطة الأولى، بيع أكثر من تكلفة. كيفاش؟ الشركة الأم كتضخ مليارات الدولارات لدعم خصومات. انت كتشتري ساعة ب15 درهم، بينما التكلفة الحقيقية ديالها أكثر من 50 درهم. الفرق كتدفع الشركة من جيبها مؤقتا. ولكن الخطة الثانية هي إغلاق السوق. تتجر الصور ما كيقدروش على المنافسة، لأنهم ما عندهمش رأس المال يكفي الخسارة. في المغرب وحده أكثر من 30% من التجار الإلكترونيين الصغار سدات خلال السنتين الأخيرتين، والسبب المنافسة مع الأسعار غير منطقية. الخطة الثالثة، الاحتكار. حين كيبقى تيمو الخيار الوحيد، غادي يبدا يرفع الأسعار تدريجيا، وتغيير سياسة الاسترجاع، يقلص الدعم وانت ما عندكش خيار. وهذا الشيء دارته امازون في امريكا، واوبر في اوروبا، ونتفليكس في اسيا. لكن تيمو دارها بسرعة قياسية، الامر اللي ناسينو الكثيرين. تيمو كيعرف عليك اكثر ما كتعرف على راسك. في سنة 2024 كشفوا باحثون جامعة ستانفورد أن تطبيق مثل تيمو كيجمع أكثر من 80 نوع من البيانات الشخصية حتى لو ما سجلتش حساب. كيفاش؟
عبر تتبع ال IP address نتاع الجهاز وحتى تتبع التطبيقات المجاورة بهدف أنه يعرف شنو هما الاهتمامات ديالك. على سبيل المثال أنا هاد الأيامات مشيت ليوتيوب وكتبت مراجعة مايك BM800 حيت ما كرهتش نشريه باش نجي نسجل الصوت بشي كاليتي زوينة حيت كنسجل غير من التليفون ولكن لقيتو داير 700 درهم. المهم طلع لي واحد الفيديو نتاع واحد الأخ كيدير له مراجعة. تفرجت في الفيديو ساليت وتفرجت في فيديوهات اخرين في يوتيوب وخرجت دخلت الانستغرام كنشوف ستوريات بحال هكا. المهم بين قوسين هو الانستغرام ديالي ديروا لي اسمها فولو كنحط تما ريلات. المهم واحد شويه بوم اشهار ديال تيمو المايك BM800. ما تصدمت الصراحه حيت شويه وقعت لي بشحال من مره وشي مرات كنكون غير كنهضر انا وشي واحد في شي موضوع ولا كنهضروا على شي منتج كندخل التليفون وكيطلع لي فشي ادز وغالبا حتى تكون فايت وقعت لي. دابا وصلنا لواحد الفقره بحال دوك الاشهارات اللي كيديروا لي زانفلونسور لموقع تيمو كيقول لك 3 المنتجات ب0 درهم ولا كيقول لك هاتف 99 درهم وكيقول لك دخل الكود برومو وغادي تربح هدايا. هاد الكلام غالبا ماشي كيما كيبان لك، هذا هو الواقع بلا زواق. هاد الكود اللي كيعطيوك لي زانفلونسور راه رابط او كود تابع لهم يعني افليت لينك. كل ما الناس استعملوا داك الكود برومو او لا وطيتي على اللين ديالو الانفلونسور كيقبض عمله او مبلغ من الشركه وانت ما كتربح حتى شي حاجه فابور، هو اللي كيربح. العروض اللي كتشوفوا 3 منتجات ب0 درهم خاصهاش عروض، خاصك تشري بكميات كامله او تشري منتجات اخرى باش تأهل او يكون العرض محدود من عند الناس. النتائج انه انت اللي كتخلص باش توصل المنتجات مجانا اللي فعلا نادره. ولكن ما غاديش نقول كامل زانفلونسور خايبين، لكن بصراحه الا كان المحتوى ديال الشخص مبني على دعوه مغلوطه باش يضغطوا الناس على الكود برومو ديالهم او على اللينك ديالهم، هذا تصرف غير اخلاقي. نصيحه اخيره قبل ما تدخل الكود برومو وتفرح بالهديه شوف شنو خاصك تشري باش يطبق العرض. قرا تعليقات المستخدمين وتجارب اللي شراوه من قبل. ما تخلي حتى واحد يغبق عليك بكلمه كود برومو وما تخليش لي زانفلونسور يربحوا من وراك بلا ما تعرف شنو كيخلصوا فعلا. كون واعي وكون ذكي. حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كتبوا في كومنتير كلمة يونو باش نعرفك وصلتي حتى الاخر ديال الفيديو ونخلي لك القلب. ما تنساش دير لايك وتابونا تفعل الجرس وتعطيني الرأي ديالك في الفيديو في الكومنتيرات. وإذا كان عندك قصة انك عشيت مع تيمو خليها لنا في التعليقات حتى هي. اديوس. Cherish your parents. Stay close to your prayers. Protect your health. Cherish your parents.